بالتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. بصراحة لا أستطيع إضافة الشيء الكثير على ما أفاض به علينا الشيخ جاسم الساعدي دام ظله، ولكن هي محاولة لتسجيل اسمي في سجل المعزين لصاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد رسول الله جده واستشهاد أبيه الحسن العسكري، أصالة عن نفسي ونيابة عن أخوتي المهندسين في الدائرة الهندسية. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هنا موضوع جدا مهم تتعرض هذه الآية، وهو موضوع الشفاعة. الكثير من ليس لديه فهم قرآني عن مصطلح الشفاعة، والشفاعة تهمنا كلنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأشفع يوم القيامة وأشفع، وعلي يشفع ويشفع، ويشفع أهل بيتي ويشفعون. ويقول الإمام الباقر عليه السلام: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد يوم القيامة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا المصطلح جدا مهم. أهميته منين تأتي من أنه قد يكون ينزلق به لمن لم يفهم الشفاعة بصورة صحيحة، وقد يكون وسيلة تودي بالشخص إلى العذاب لا سامح الله إذا كان ليس لديه فهم صحيح وفق الضوابط القرآنية التي ذكرت في القرآن وفي الروايات. سوف أتناول البحث المبسط ولا أطيل عليكم في 10 دقائق من خلال 5 نقاط. النقطة الأولى: شنو معنى الشفاعة؟ التفسير اللغوي للشفاعة. والنقطة الثانية: شروط الشفاعة، يعني هل توجد شروط حتى أني تطبق عليه الشفاعة وأنال هذه المنزلة يشفع لي رسول الله وأهل بيته والأولياء؟ أكو بها شروط قرآنية؟ شنو الدليل؟ زين. أكو ذنوب تحرمك تماما من الشفاعة، هم بالمحور الثالث لازم نعرفها. وأكو موانع للشفاعة تماما كذلك تحرمك. والمحور الخامس: استشكالات على الشفاعة. وأخيرا مناقشة آيات اللي تخص الشفاعة. أبدأ بالتفسير اللغوي للشفاعة. الشفاعة من الشفع مقابل الوتر. الوتر المفرد والشفاعة الزوج، بمعنى أن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة للمشفوع له، فيزداد كأنه يصبح مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عن أعماله الناقصة، عن الوسيلة الناقصة. شنو؟ كأنه يكون تارك الصلاة فترة، عنده ذنوب معينة، فالشفيع ينضم إلى هذه الوسيلة الناقصة لدى المشفوع له حتى يصبح مقبول عند الله سبحانه وتعالى. كأنه تزيد نقاط القوة لديه وتقل نقاط الضعف. وبالتالي الشفاعة هي عبارة عن واسطة، هي طبعا رحمة من الله سبحانه وتعالى، واسطة أو متممة للوسيلة الناقصة للفرد. هاي بالنسبة للمعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي: الشفاعة هي إغاثة من أولياء الله بأمر الله لمن لم يقطع روابطه المعنوية مع الله بالرغم من كونه عند ذنوب. هذا التعريف أعيده: الشفاعة إغاثة من أولياء الله لأشخاص لم يقطعوا روابطهم المعنوية مع الله سبحانه وتعالى بالرغم من كونهم لديهم ذنوب. فإذا استوفينا التعريف، ننتقل إلى شروط الشفاعة. يوجد في القرآن آية كريمة: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني الشفيع ما يشفع لك إلا تحوز على درجة رضاء الله سبحانه وتعالى أولا. يعني أنا مو أتمسك بالشفاعة حتى الشفيع ينقذني وانتهى الموضوع، لا، أكو مرتبة لازم تحققها، هي مرتبة الارتضاء عند الله سبحانه وتعالى، وهاي بعملك أنت وطاعتك.
ثم تأتي الشفاعة لاحقا، وهذا دليل القرآن: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول: اعلموا أنه لا يغني عنكم من الله أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا من هو دون ذلك، فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعين فليطلب من الله أن يرضى عنه. فإذا الموضوع محسوم، لازم تحقق بعملك أنت، بطاعتك الأوامر الإلهية، بأعمالك مرتبة رضا الله تعالى، ثم لاحقا تأتي الشفاعة. هنا يجي استشكال، ربما واحد يستشكل عليه ويقول: أنت تقول وفي القرآن الآية لا يشفعون إلا لمن ارتضى، زين إذا هو الله راضى عنه شنو الحاجة للشفاعة؟ هذا استشكال ربما واحد يستشكله. أقول له: هذا الشخص اللي الله راضى عنه هل هو معصوم أم غير معصوم؟ إذا قلت لي معصوم، المعصوم هو يكون شفيع لأن ما عنده ذنوب، فإذا هو غير معصوم ولكن حائز على رضا الله سبحانه وتعالى. وغير المعصوم يرتكب الآثام والذنوب، منها الصغيرة ومنها الكبيرة، بما أنه قلنا غير معصوم يرتكب الآثام الصغيرة والكبيرة. هنا تأتي الكبيرة وتجعل الشخص يعذب في جهنم لمئات من السنين كما في الأحاديث التي سأذكرها. فإذا الشفاعة لا تنقذك ابتداء من العذاب، ولكن أكو فرق جدا مهم، هو أنه مو واقية من العذاب ولكن لا تجعلك تخلد في العذاب، فهي واقية من الخلود في العذاب وليست واقية من العذاب. أصحاب الكبائر يعذبون، وهذا جزء من العدالة الإلهية، يعذبون ثم لاحقا ينالون الشفاعة. هذا بالنسبة للشرط الأول اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى. توجد موانع للشفاعة يعني مهمة جدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ما خلا الشرك والظلم. يعني استثنى رسول الله اللي عنده مشرك والظالم، استثناهم رسول الله من الشفاعة تماما. أنا بقيت أسأل يعني شنو، ليش استثنى بالذات الشرك والظلم؟ لأن رسول الله جهة تشريعية، والله سبحانه وتعالى جهة تشريعية، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا من الطبيعي أنه الله سبحانه وتعالى يقول لا أغفر الشرك، من الطبيعي أن رسول الله ما يخلي شفاعته في هذا الجزء الذي لا يغفره الله. وبالتالي بقيت أبحث على الظلم، ليش استثنى الشرك والظلم؟ وجدت أنه إن الشرك لظلم عظيم. فإذا توجد مجموعة أكبر، مجموعة الظالمين لا تنالهم الشفاعة، وجزء منهم المجموعة الجزئية الشرك. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فإذا الذي يفتري على الله كذلك يكون ظالم. فإذا إن ولدت مجموعة جديدة جزئية تحت المجموعة الكلية الظالمون، وهي مجموعة الذين يكذبون على الله ورسوله. وتوجد كذلك مجاميع أخرى. فإذا المجموعة الكبيرة هي الظالمون، وأنا مستعجل على مود في سبيل الاختصار، ومجموعات جزئية كثيرة موجودة في القرآن. توجد موانع للشفاعة. ما هي موانع الشفاعة؟ تحرمك تماما من الشفاعة. مذكورة في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا ذني موانع الشفاعة مهمات، ربما احنا ما منتبه لهن. يعني وحدة من عندهن لم نكن نطعم المسكين. إطعام المسكين يعني لازم الشخص ينتبه له ويحاول أن ينفق، يحاول يتصدق. من ننتبه للقرآن نلقيها مانعة للشفاعة، تحرمك من الشفاعة بصورة تامة. الآن بعد أن استوفينا الشروط والموانع ننتقل إلى الاستشكالات. الاستشكالات بعضهم يستشكل انه يقول الشفاعة تجعل الانسان يعني يعتمد عليها وتسوي له اغراء في ارتكاب الذنوب والمعاصي، وعكس الهدف الرئيسي من الدين. الهدف الرئيسي من الدين انه العبودية لله سبحانه وتعالى وطاعته.
فهذا الإشكال موجود. احنا نقول له نحن لا نقول بأن الشفاعة تأتي ابتداء، يعني الشخص مو أول ما يموت يغمض عينه ويأتي الشفيع ياخذه ويعبره من أهوال البرزخ ويعبره من أهوال القيامة ويوصل به إلى الجنة ويسكنه في غرف الجنة. لا، نحن لا نقول بهذا الشيء. نقول بأن الشفاعة لا تجعل الشخص يخلد في النار وليست واقية من العذاب، لأن عدالة الله سبحانه وتعالى تتطلب أنه إذا شخص ظالم أن يتحاسب ويعذب على ظلمه، شخص مرتكب كبائر يتحاسب، ولكن هذا ربما أكو ذنوب عشرات السنين مئات السنين. هنا حديث الإمام علي سلام الله عليه مقسم الناس إلى 3 أصناف يوم القيامة. الصنف الأول يعرف مصيره إلى الجنة، والصنف الثاني يعرف مصيره إلى النار والعياذ بالله، والصنف الثالث مبهم أمره لا يعرف ما سيؤول إليه حاله، وهو المؤمن المسرف على نفسه، مسرف بالذنوب، يعني دائما يكرر الذنوب المسرف على نفسه. يقول إن الله لا يساويه بأعدائنا وتشمله الشفاعة ويخرجهم من العذاب، ومنهم من يعذب 300,000 سنة ثم تناله شفاعتنا. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا احنا ما نقول الشفاعة أي شخص تخلصك من هاي المراحل كلها، وإنما بها شروط وضوابط مذكورة في القرآن ومذكورة في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. انتقل إلى المحور الأخير وهو الخامس. الآيات الشفاعة من تحصلها بالقرآن تلقي بعض الآيات تنفي الشفاعة تماما. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم ليوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة. تجي آية ثانية، المجموعة الثانية تحصر الشفاعة في الله، ولله الشفاعة جميعا. المجموعة الأخيرة والثالثة اللي مذكورة بسورة الكرسي بآية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا المجموعة الأولى من نفهمها نريد نفهمها بصورة بشكل إجمالي. المجموعة الأولى بصورة مطلقة ماكو شفاعة بصورة مطلقة إلا من خلال الضوابط والشروط، وأحد شروطها الإذن، إذن الله سبحانه وتعالى. المجموعة الثانية من يحصلها الله سبحانه وتعالى ويقول ولله الشفاعة جميعا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هذا بنحو إثبات الكمال لنفسه، ثم لاحقا يجيز لأشخاص بإذنه يمنحهم هذه الشفاعة بإذنه وبمشيئته. والمجموعة الأخيرة والثالثة اللي قلناها بإذنه لا تشفعون إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات.